قالوا تنازل عن الخلافة وإلا قتلناك، وكان يقول لا إله إلا الله فسيكفيكهم الله. تقول نائلة استأذنته زوجته، قلت يا عثمان ائذن لي أخرج إليهم وأخلع حجابي على رأسي، لأن العرب من أول إذا شافت رأس المرأة يتحاشونها ويستحون منها، وهذه رسالة إلى الذين لا يعرفون هذه القيم حتى في الجاهلية. قال له عثمان بن عفان لا والله يا نائلة، والله لتقطيع جسدي قطعة أهون علي من أن يرى أولئك الرجال منك شعرة واحدة، دعيهم يا نائلة فإني سأفطر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول نائلة فدخلوا على عثمان وهو يقرأ القرآن، فرفع رجل منهم السيف عليه فمدها على يده اليمنى فقطعت، فقال عثمان اللهم اشهد أن هذه اليد كتبت وحيا نزل على نبيك. اللهم اشهد أن هذه اليد هي أول ما كتبت سورة قاف. تقول رضي الله عنها ثم قام رجل منهم فضربه على كتفه الآخر بحديدة، فقمت إليهم أردهم بيدي فقطعوا أصابع الأربعة، فنظر إليهم عثمان وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم طعنوه رضي الله عنه وأرضاه فخر ميتا رضي الله عنه وأرضاه على كتاب الله، وقد تلطخ المصحف الذي بيد عثمان بالدم وهو يقرأ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عثمان رضي الله عنه قتل ومات في يوم الجمعة من 18 من ذي الحجة، ودفن رضي الله عنه في البقيع. دفنه علي بن أبي طالب في الليل خشية أن يثور عليهم الثوار. ثم قال علي وهو يبكي أسأل الله يا عثمان أن نكون وإياك في من قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه.